احنا دلوقتي تقريبا طالعين على اعلى قمه جنبنا او اقرب حاجه جنبنا في وسط المنطقه الجبليه اللي انتوا شايفينها دي. حاليا جالي مسج من ناس موجودين عندي في دبي مول، بيبلغوني ان في حد سأل عليا وكان نفسه يجي يتصور معايا، بس انا للاسف مش موجود في دبي مول النهارده. زي ما انتم شايفين انا بعمل ايه، لان انا بعمل حاليا رحله البحث عن العسل الجبلي. زي ما انتم شايفين المنطقه اللي احنا ماشيين فيها منطقه صخريه بالكامل، الموضوع صعب ومتعب، بس انا قررت اللحظه ان انا اكلمه واعرف رد فعله ايه. هكلمه على موبايله وهسمعكم وهوريكم الفيديو بالكامل. دلوقتي هو التليفون بيرن، يا رب يرد. بس انا شغلت لكم السبيكر، بيرن. الو. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله تمام. مع حضرتك احمد بتاع العسل. استاذ احمد، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اخبار صحه حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير. ده احنا جينا لحضرتك معايا ابني الصغير بقى، عارف يعني، كاتب اسم حضرتك ومحلك من ضمن البرنامج اللي هيقعدوا، وجه وللاسف بقى ما لناش الشرف. لا يا فندم، لا ده الشرف ليا انا والله. بس فعلا النهارده انا في رحله استكشافيه كده بدور على عسل جبلي وبتاع، وجالي المسج، فقلت في وسط الرحله وفي وسط الدنيا كلها انا هكلمك، لازم اكلمه واطمن عليه. لا ربنا يخليك. حضرتك بكره هتكون موجود؟ بكره ان شاء الله هكون موجود، عشان احنا بكره اخر يوم لينا. ده شرف ليا، تشرفني. هو ممكن يسلم على حضرتك بس وبكره ان شاء الله نحاول نجيلك. ده شرف ليا، بس استاذن حضرتك اكلم صديقي بقى. هو اسمه ايه؟ ياسين اهو. ياسين، ادهوني اهو مع حضرتك. الو. ياسين، ايه يا عم؟ ازيك يا معلم؟ الحمد لله كويس. انت عارف انا بكلمك منين ولا لا؟ منين؟ انا في وسط جبال حتى حاليا بحاول ادور على عسل جبلي، وسبت الدنيا دي كلها وسبت المناظر اللي انا فيها وقلت اكلمك. هحاول اجيلك بقى بكره. يا حبيبي، ده انت تشرفني وتنورني في اي وقت. هضغط على الضوء ولازم اجيلك طبعا. خلاص ماشي، بس هو ما تجيش. حاضر يا عم والله اجيلك. ماشي خلاص. ياسين، انا استاذنك، انا بصور اللي حصل دوت فيديو، في عندك اي مشكله ان احنا ننزله على السوشيال ميديا؟ لا. تمام يا حبيبي، خلاص هستناك بكره يا ياسين. ماشي يا عم. ماشي، يلا يومك جميل يا حبيبي. يلا سلام. سلام. اللي انا عايز اقوله لكم ان انا هجهز لياسين هديه، مش هقول لكم عليها، هشوفكم انتوا تصوروها او هحاول اصورها بكره. عرفت اصورها عرفت، ما عرفتش بس بيني وبينكم ما حدش يقول له الكلام ده. انا هديله يدوق عسل الكيلو منه ب 18,000 درهم. ياسين قررت ان انا ادوقه هو وبس، عشان ما حدش يجي لي بعد كده. لا انت لا. لا، هو ياسين بس اللي هيدوق يا جماعه كيلو ابو 18,000 درهم. وهحاول اصور اللي هيحصل في اللقطه دي، بس مش عارف هقدر ولا لا، بس عموما ده اللي هعمله. وزي ما انتم شايفين انا حاولت اكلمه واستاذنته ان احنا ننزل اللي حصل ده على السوشيال ميديا، وهو ما عندوش اي مانع. ياسين ده عسليه، هتصور معاه ان شاء الله بكره وهنزلها على صفحتي. استنوني، يومكم جميل، سلام.